عقوبات مباراة بيراميدز والأهلي: إيقاف الشيبي ولاشين والكارتي وإنذار وغرامة إمام عاشور. أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية، وذلك طبقا للائحة ولائحة مسابقة دوري نايل ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025، وعلى رأسهم مباراة الأهلي وبيراميدز. وجاءت العقوبات على النحو التالي: أولا، مباراة إنبي ومودرن سبورت: توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 10,000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرضية الملعب قبل بداية المباراة. إيقاف عبد الظاهر السيد السقا المدير الرياضي لفريق مودرن سبورت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10,000 جنيه، وذلك بسبب الطرد بالإضافة إلى توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5,000 جنيه، وذلك بسبب الاعتراض والتذمر على قرار الحكم بعد الطرد وأثناء خروجه من الملعب. إيقاف السيد طارق الشرقاوي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 10,000 جنيه، وذلك للطرد. توجيه لفت النظر لفريق مودرن سبورت وتوقيع غرامة مالية قيمتها 100,000 جنيه، وذلك بسبب قيام الحاضرين من نادي مودرن سبورت والمكان المخصص لأعضاء الجهاز الإداري واللاعبين من خارج تشكيل المباراة بقصف زجاجات المياه باتجاه حكم المباراة. منع سمير علي محمد علي منسق نادي مودرن سبورت من مرافقة الفريق لمدة 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50,000 جنيه، وذلك بسبب الاعتداء على الحكم دون عنف. ثانيا، مباراة الجونة وزد: إيقاف محمد السيد محمد علي حسونة لاعب فريق الجونة مباريتين، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5,000 جنيه، وذلك للطرد واللعب بالعنف. مباراة غزل المحلة وسموحة: إيقاف موري توريه لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5,000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا: إيقاف أبو بكر نضاي لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5,000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. إيقاف ياسين محمد عبد القادر لاعب فريق فاركو مباريتين، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5,000 جنيه، وذلك للطرد واللعب بالعنف. إيقاف حسن علي جمعة مدرب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية قدرها 10,000 جنيه، وذلك بسبب الطرد بالإضافة إلى إنذاره وتوقيع غرامة مالية عليه 30,000 جنيه، وذلك بسبب محاولة الاعتداء على خالد عبد النبي المدير الإداري لفريق سيراميكا كليوباترا. إيقاف محمد بسام لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5,000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. وإيقاف أحمد رمضان عبده لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5,000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. إيقاف خالد عبد النبي محمد المدير الإداري لفريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية قدرها 10,000 جنيه، وذلك بسبب الطرد، كما تم إنذاره وتوقيع غرامة مالية قدرها 30,000 جنيه بسبب محاولة الاعتداء على حسن علي جمعة مدرب فريق فاركو. عقوبات مباراة بيراميدز والأهلي وهي الأبرز: إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5,000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. إيقاف وليد الكارتي لاعب الفريق، وتوقيع غرامة مالية قدرها 5,000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. إيقاف مهند لاشين لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة قيمتها 2,500 جنيه بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
إنذار أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية قيمتها 30,000 جنيه، وذلك بسبب محاولة التعدي على محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي. إنذار كرونسلاف بورنيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية قدرها 30,000 جنيه، وذلك بسبب محاولة الاعتداء على إمام عاشور لاعب فريق النادي الأهلي أثناء توقف المباراة. توقيع غرامة مالية على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز قيمتها 20,000 جنيه، وذلك بسبب عدم استلام جائزة رجل المباراة في الوقت المحدد لها وفقا للبروتوكول. إنذار محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية قدرها 30,000 جنيه، وذلك بسبب محاولة الاعتداء على أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز وتوجيه لفت نظر للنادي الأهلي وتوقيع عقوبة مالية قيمتها 100,000 جنيه، وذلك بسبب قيام جمهور النادي في المقصورة الأمامية بقصف زجاجات المياه تجاه مسؤولي المباراة والفريق المنافس في الدقيقة 85 وتكرارها في الدقيقة 95. إنذار إمام عاشور لاعب فريق النادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية قدرها 50,000 جنيه، وذلك بسبب محاولة الاعتداء على المدير الفني لفريق بيراميدز أثناء توقف المباراة. أخيرا عقوبات مباراة الزمالك وحرس الحدود: إيقاف محمود حمدي محمود الونش لاعب فريق الزمالك وتوقيع غرامة مالية قدرها 5,000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. إيقاف محمود بن تايك لاعب فريق الزمالك وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5,000 جنيه، وذلك بسبب حصوله أيضا على الإنذار الثالث، مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري نايل موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة عن عقوبات الأندية في الجولة الثانية، وطبعا دي كل أخبارنا النهاردة. كما أصدرت رابطة الأندية المحترفة تلك العقوبات في المرحلة النهائية، وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري 2024-2025. وكانت الأبرز هي مباراة الأهلي وبيراميدز، شهدت عقوبات غليظة جدا جدا على اللاعبين وعلى الأندية وعلى الجهاز الإداري والفني. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن النادي الأهلي، وما تنساش تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.